كم المفضل هشتكها وحبها يمكن تحتاج ورثها. وزي ما انتم متعودين مننا، اي قضية او ملف بنفتحه في برنامجنا سواء كان يخص الرجل او الست بنناقشه بكل حيادية وموضوعية. في حلقة النهاردة هنتكلم عن ملف مهم جدا كان لابد ان احنا نفتحه عشان لما نقفله ما نفتحوش تاني. وبالنسبة بقى للستات اللي متابعاني من زمان وبتقول ان انا باجي في صف الرجالة وان انا ظالم الستات وان الستات مش كده، احب اقول لكم ان انتوا فعلا مش كده، انتوا امر من كده. كات. وقف يا ابني تصوير. ايه يا ريس، في ايه؟ مش دي الحقيقة؟ بس مش ده اللي في السيناريو. يعني اكدب يعني عشان السيناريو؟ المخرج عايز كده. مخرج مين؟ امال انت تبقى ايه؟ يا سيدي انا المنتج. يعني مين اللي هيقبضني في الاخر؟ المخرج يا سيدي. خلصانة. يلا 1 2 3 اكشن. وبالنسبة للستات اللي متابعاني من فترة وبتقول ان انا بنصف الرجالة وان انا باجي على الستات وان الستات مش كده، احب اقول لهم ان لكل قاعدة شواذ، واكيد طبعا مش كل الستات كده. تمام كده زمولكس؟ برافو، استمر. وهيكون معانا في حلقة النهاردة ضيف مهم جدا، الأستاذة الدكتورة فوزية بنت فتحية، لمناقشة ملف الست النكدية. انتظروني. على نعمة اطبعك يا اصلي. بيدور عليا.